هسه حاليا احنا بالتفتيش ودا انتظر رحى تجي على مود نطلع. هسه احنا بقاعة الانتظار دا ننتظر رحى. طبعا راح تسألون انتي وين وش دا تسوين وين مسافرة؟ احنا رايحين الايران، عندي عملية راح تعرفون التفاصيل بالجاي بالفيديوهات الجاي. صار هواي انا ما منزلت لكم وما تعرفون اخباري ومنقطعة، بس والله يعني اعذروني. اني النشر مالتي حاليا اكثر شيء بالانستغرام يعني، فاليوم لا الفيديو مهم. هاي صار فترة كلش طويلة اني ما مسافرة، هاي اول مرة اسافر، فالسفرة راح تكون ان شاء الله اسبوع وراها ارجع. بس شنو راح اصور لكم كل شيء، فريت هذا الفيديو ترند تمام. الجنط مالتي وحاليا بدنا ننتظر. الطيارة ورانا، راح نصعد طيارة متحمس. بس طق 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 طق. هسه راح نصعد بالطيارة، متوجهين للطيارة. صار سنة ما مسافرة، تقريبا سنة أو سنة وشوية، مدري سنتين مدري ثلاثة. يابا هذا الفيديو إذا مو ترند أزعلكم والله ما أنزل بعد. تروحوا. احنا بالطيارة. طبعا أنا ما قلت لكم على هاي السفرة، هاي السفرة صار لها تقريبا شهر احنا مخططين لها بعد الإضاءة إلا تموت. ناني بس وين شامرينا نهاية الطيارة يعني ايش يصير الله يرحمنا. الراحة مالتي هي عبارة عن عملية. شنو هي العملية؟ بعدين راح اقول لكم. هسه شوية راح نوصل، راح نلتقي بالدكتور اللي راح يسوي لي اياها العملية. صراحة انا فضلت تكون بإيران افضل من ما بالعراق يعني، ف قلت لكم وين انا رايحة الفيديو. خلبان احمدی نژاد با سایر گروه پروازی ورود شماره به هواپیمای بوئینگ 737 با شماره پرواز. شنو شعورك؟ خايفة متوترة والله، عز نفسي الدولة ملوي. بالأخير كانت لو هناك احنا شمرانة منها. طبعا جابوا وياي الكرزات. أنا صار لي 3 أيام يا جماعة، 3 أيام أنا صار لي ما ماكلة حرفيا، أكل كلش قليل، بس ميتة من الجوع. راح أسوي عملية وأنا ما ماكلة، وهم راح آكل ورا العملية أضرب روحي. تغطية ضحى كرزات. أنا هبشات اليوتيوب شوفوا كرزات وكذا خطايا أمي. حاليا وصلنا حاليا طابين من المطار على مود ناخذ الجمعة. يابا تعبانة تعب، بس الله يدري بيه. يلا يلا الجرط راح يفوقوها. الشنطة مالتنا وبعد اكو شنطة بس ما بدنا نلقاها، هذيجي جدي. بدلنا تعبت من الشحاطة. طلعنا جوا علينا. فعل الجنط تجرتها عادي. ما ادري يعني هم هيك قلت. هسه حاليا بس نفر واحد ابتلى بس ثاني. مناظر جميلة. لو خلى مانع على الاحتزام. طمع. طبعا هسه خلصنا سويت تحاليل وباكر عندنا تصوير للمركز ان شاء الله، ومن بعدها نسوي العمليه. اما هي شنو هي العمليه راح تعرفوها
بالفيديو ان شاء الله. مفاجأة، شنو شعورك حظي؟ فرحانة بس آه. بنفس الوقت خايفة طبعا، يعني عملية وتخدير عاطفي شيء نقدر روحي. خلصنا تصوير وكل شيء وقاعدين بالاستراحة نشرب قهوة. هسه شوي ونروح للفندق ناخذ استراحة، وباكر هم عندي تصوير. بس انا شنو ما راح اطب لي عمليات، راح اصور لكم العمليات. قلت لها صديقتي صورني عدة من بالبنج، ايش راح احط القهوة طلبتها مرة نمود نحط لها سكرين، ما بينا حال يرتفع التراكمي. هسه حاليا طالعة دا اشتري سيم كارت لان ما عندنا نت وضعت حرفيا. الجمال هذا شنو هالعلاقة هاي. هسه حاليا احنا قريبين من الامام الرضا، فراح نروح نزور وكان راح اصور لكم هناك. دا احس بشعور اول مرة احسه بحياتي. احكي لكم انا ليش مختلفة. اهم شي عندي الزيارة هاي دعوة اللي تنقبل، ويا اريدكم هم تدعوا لي البنيامين يصير زين ويحكي. عندي أهم شيء أنا بالحياة. هسه هم راحت على الجو، يا رب يتقبل دعائي. لبسنا الإزارات وراح نطوب جوا. يا جماعة الأجواء تجنن هنا إن شاء الله بإذن الله. يلا تعالوا. شنو ما أدري ليش صافين علينا متعجبين. خلنا نسأل. شوفوا قد حلو، ايش قد حلو علي لو لا؟ حلو حلو. احلى انجازات الحياة ان انت مختلف وتروح سفرة زين يخلونا نصور. اي شعور يجنن. هاي أول مرة أنا أشوف لازم تطلبيني 3 طلبات. 3 طلبات ويتحقق. أنا أهم شي عندي بنيامين، شكرا. أهم شي عندي بنيامين. قلت لي شكلي قلت شكرا. ضحى ليش أغدتي؟ لأن مراد يعني شنو؟ نفسنا هم عندهم. يلا هاي شكرا، إن شاء الله بنوني يصير زين ويحكي. أهم شي هذا عندنا. يريح بالك. يا بعد عمري ان شاء الله يا رب. المكان يجنن حرفيا كلش، يعني هيك تحس براحة نفسية مو طبيعية. يا رب فرج همنا يا الله، وكل من يشوف الفيديو هم فرج همنا عندهم، ويشافي كل مريض بجاه النبي محمد. أنا بس خايفة لا أزحلق، شحاتي أحس أزحلق. يلا أنا هم عطشانة، منا راح نشرب مي. حلو والله المكان حلو. هذا شنو المي؟ مكان الترب. شنو حدائق بجوا؟ يعني اسمها حدائق تخليها بيدك تدخلين الزورين. يا رب بجاه الإمام الرضا تحقق أمانينا يا الله. سلام عليكم يا إمام. لو تدرون هاي الجنطة ايش قد فادتني، يعني فول استفادة. جردونا من كل شيء، ما بقى شيء ما اخذوه. الإضاءة اخذوها، الستاند المتحرك ما يخلونا نطبق بيجي اشياء. انه بالمكان شنو الرجعة كلش بعيدة، طلعوا قلبنا. خربط حجابي حسه دي يزحلق لي ورا.
مي بارد طعمه طيب. اليوم الثاني راح اروح اصور، وباكر الصبح يوم تطلع التحاليل، وباكر ان شاء الله الصبح نسوي العملية ب8 الصبح. جمال هذا. هسه احنا وصلنا للفيلا اللي راح نصور بيها، بس شنو ما احكي لكم، الاجواء تجنن كلش حلوة. هسه ما اصور لكم اياها اكثر. شوفوا هذا المكان، شوفوا هاي هلا، وشلونكم؟ اهم شيء شكو ماكو. الحمد لله ماكو شيء. الحمد لله. حلو تحكي عربي زين. عراقي يا والله عبالي ايرانيه. اهلا وسهلا على راسي حبيبي، نورك هاي تجنن تجنن والله. بس أنا بيا طبع شنو يا جماعة، إنه من أصور ما انتبه على الأجواء، فيعني هسه أني مضحية بالونسة مالتي، عمود أونسكم. اليوم الاستعراض مالتي جايبة بعد لبسة ثانية، بعد شوي راح ألبسها. هسه خلصنا تصوير هاي اللبسة الثانية طبعا. تعال صوريني حوراء. اشوفكم الاوتفيت شنو رايكم. هذا الاوتفيت الثاني، الاول ما شوفتك بالحرامات. يلا على المره الجايه على الجايات. حاليا الساعه 6:15، فبعد 10 دقائق ويجي السائق ونطلع يعني نتوجه للمستشفى ان شاء الله خير. اللي راح اسويه بالعمليه اللي هي عمليه شد الافخاذ والايد. انا شوي عندي زنود، فكنت ما حابه شكلهن، فقلت لازم اغيرهن بعد يعني. اي فحضرت غراضي كل شيء، وهسه راح نطلع ننزل جوا ونروح للمستشفى، راح اصور لكم كل شيء من اطب العمليه لحد ما اطلع، وادعوا لي ان شاء الله اقوم بالسلامه. حاليا بدي احط الشريط من العمليه، وقت تقريبا نص ساعه وادخل العمليات. ادعوا لي ان شاء الله. هاي انت بس مشروطي تاريخ ايش قد اليوم؟ بس فوق انا عامل بس مشروطي. وين التوقيع؟ يما انا عامل احنا مطابين. سويت تخطيط للقلب وتأخرنا وراها، قالوا اكو مشكلة. شنو المشكلة؟ ما ندري، هسه تشوف يعني. حطيت القانونة المصور هم، وراحوا يودون الطبلة مال التحاليل مال الايكو، ومن بعدها ان شاء الله نشوف شنو راح يصير. فاطمة سلامة. عايزان بيرو بشمدة خروج ما يعجي شو قلت يعجي. أنا حبك ماما. طلع
تعبت من يومي من تعبت من يومي. أخي يما حبيبتي يما حبيبتي أنا حبيت والله. أخي يا رب تعبتنا عيال. يا رب يا رب. أنا يمك ما أريد بني أمين صار مثلي. بني أمين صار مثلي. أريد ياتي يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. أنطيك روح يا ماما. قلبي يوجعني. اهدي شوية حبيبتي، شوية بس شوية حتى تنامين. قلبك قلبي يوجعني.